الجزائر أول دولة اعترفت بأمريكا، باش يكون في علمك. الجزائر هي أول دولة اعترفت بأمريكا، والجزائر عندي أقدم عاود من أمريكا. ماكش على بالكش بالتاريخ؟ روح اقرا الجزائر التاريخ. أقدم من أمريكا. أنعمي. وشكون هو من اعترف، يعني اللي اعترف أول من اعترف بأمريكا، شكون هو من الطرف الجزائري، شكون هو الرئيس؟ تبونيوس ما يكونش، ما على باليش أنا، والله الله أعلم. ما تستهزاش، تبون الأكبر، ما تبون تستهزاش. الأول. One of the first countries to recognize the United States as an independent nation was a Muslim country, Morocco. البوليساريو أين يتواجد القيادة تاعهم؟ وزارة الدفاع تاع الجمهورية العربية عفوا الصحراوية، أين يتواجدون؟ يتواجدون في أرضهم. الله أكبر. معناتها في العيون كاين البوليساريو، في الداخله كاينين، نعم. النظام الجزائري يقول لك باللي البوليساريو راه في تندوف. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا، نوضناك من الرقاد خويا. لا احنا راه عندنا نهار خويا، انا في سان فرانسيسكو. ايه، صباح الخير. صباح الخير. مرحبا. مرحبا. سان فرانسيسكو. ايه، اعطيني دقيقة برك. براحتك، مادام في سان فرانسيسكو دي ساعة. كتاب قسم طلعت شكون التونسي اللي نطلع؟ الاخ سي بون. كريم، احنا راه تسمع فينا الناس، العائلات، نهضروا باحترام، نحترموا الاشخاص، نحترموا الناس، نحترموا الدول، نحترموا كل الناس. داكور؟ الا مش داكور انا نهبط. انا انسان محترم ونحترم الناس كامل. شكون حنا؟ حنا شكون حنا؟ تقصد انا غير انا ما نقلل الاحترام ولا نسب الناس؟ لا، ما تكونش فيك عقليه السفيه يقرا ما فيه. انا ما سبيتك، ما قلت لك والو، قلت لك نحترموا الناس كاملين، ما نسبوا فلان، ما نسبوا حتى واحد. اوكي معليش، السفيه يقرا فيما فيه. لماذا تقول لي في الكلام هذا اذا انت راك ماكش تتكلم عليا؟ انا ما قلتش عليك، انا ما تكلمتش عليك. انت مع من طالع تتكلم؟ ها؟ مع من راك تتكلم الان؟ نتكلم معك انت. الله يبارك. دونك طالع تتكلم معايا انا، كي تطلع مع شوقي بن زهره تتكلم. لما تكون محترم مستحيل انك تتعرض لاي شيء، لما ما تجاوزش الخطوط الحمراء تكون محترم، ما يصرى لك ولا شيء. هذه العنجهيه تاع تطلع تقول لي نحترم ولا نهبط، ولا حاب تهبط انزل مباشره، ماشي مشكل. حاب تتكلم باحترام تفضل، عبر على الموقف تاعك ولا على الراي تاعك، تفضل. لا، انا جيتش نعبر على الموقف تاعي، انا جيت نشوف انت واش عندك المحتوى ولا الموضوع اللي راك دايره باش نجاوبك. واش عندك صديقي موضوع؟ الموضوع راني تكلمت فيه في بدايه اللايف. اذا فاتك بدايه اللايف هذه ليست الاشكاليه تاعي. هذا هو الموقف، وراك عارف ما شفتش اللايف. انا شفت اللايف بعد دوموند. ماشي مشكل. انت درك المشكل راهو فيك. انا لو كان نشوف لايف وما نكونش على بالي بالموضوع ما نديرش طلب. مين تدر الطلب انا نفتح المجال للناس، لانه اصلا الفرد الجزائري في اغلبيته الساحقه مستحيل يتكلم في الموضوع لما نفتح انا المجال. دونك راني فات مجال الناس تحب تعبر على رايها في وضع البلد ولا في الامور في اطار. بطبيعه الحال ماناش راح نتكلموا على سعر البيض في سان فرانسيسكو. تفضل اعطينا واش هو الموضوع تاعك ونجاوبوك. الموضوع الاساسي هو التصريحات تاع مستشار دونالد ترامب. انت راك في الولايات المتحده الامريكيه اصلا. نعم. هل عندك علم بالموضوع؟ الجزائر عمرها ما كانت طرف في القضيه. الجزائر تدافع عن الدول المستعمره. الله اكبر. الجزائر دولة محايدة لا دخل لها. الموضوع يتعلق ما بين جمهورية الصحراء الغربية ومملكة المغرب، المملكة المغربية. الجزائر ما عندهاش طرف في النزاع، والجزائر ما عندهاش حتى دخل. الجزائر تقف مع الشعوب المضطهدة، والجزائر عمرها ما تتدخل في الشؤون الداخلية للدول
راك تسمع؟ راني نسمع فيك، راني نسمع، تفضل. الجزائر عمرها ما تدخلت في هذا الشيء. الجزائر حبت يعني كما راهي المغرب تقول انه الصحراء الغربيه راهي صحراء مغربيه، تروح تحرر سبته ومليليه وبعدين تجي نتكلم في الموضوع هذا. تحبني نتفاعل انت معاك؟ ماكش بارول تاع المغرب، ولا ماكش يعني كما يقول لك ماكش تتكلم باسم الحكومه المغربيه وتتكلم باسم المغرب. تكلم، تفضل، راني نسمع فيك. زيد فضلك خويا. فقط انا عندي سؤال باش برك نتحققوا من الكلام تاعك، يعني مانيش نكذب فيك ولا نشكك في كلامك. البوليساريو اين يتواجد القياده تاعهم؟ وزاره الدفاع تاع الجمهوريه العربيه البطوش عفوا الصحراويه، اين يتواجدون؟ يتواجدون في ارضهم، الله اكبر. متواجدين في الخطوط الاماميه لتحرير بلدهم. في الجزائر موجودين مواطنين فقط، مواطنين ابرياء هاربين من الحرب اللي راهي ثم. دونك راك تقول باللي تندوف ملك للبوليساريو؟ لا، هذو ناس ابرياء جاوا طلبوا الامان، راهم كما يقول لك راهم ثم. دونك البوليساريو، انت قلت لي نعاودوا، انا سالتك سؤال اين يتواجد البوليساريو، قلت لي راهم في ارضهم. المشكل صديقي انه في جمهوريتهم. ايه نعم، المشكل انه البوليساريو راهم في تندوف. يوجد مواطنين هناك، تمشي لهم جمعيات اسبانيه وتمشي لهم يعني وتجيهم يعني تجيهم زور حتى في الامم المتحده هناك. صديقي سامحني، راك راح تتخلطها، غير اسمع لي، انا ننصحك غير ما تغامرش في موضوع ما عندكش علم به، نصيحه. لا، لانك البوليساريو او مش نتهموا، راهو النظام الجزائري يقول لك باللي البوليساريو راهم في تندوف، راهم في تعرف الرابوني ولا ما تعرفش الرابوني؟ وي نعرف. وين جا الرابوني؟ الجزائر في تندوف، جاي في تندوف. صديقي وين جات وزاره الدفاع تاع البوليساريو تاع الجمهوريه العربيه؟ الجمهوريه العربيه موجوده في الاراضي الصحراويه. لا وزاره الدفاع راهي في الرابوني، راهي في المخيم تاع الرابوني. راك انت تخلط في واحد القضايا، قلت لك وين راهو البوليساريو، قلت لي في ارضهم. انا راني انا يا اخي الموقف تاعي معروف من المساله، بصح انا راني نعاون فيكم وانتم ما تحبوش تسمعوني، ما فهمتش. شكون انت باش تعاون؟ شكون انت؟ عرفنا بنفسك. لا راني نعاون فيك باش ما تمدش صوره سيئه عليك. راك قلت كلام خطير، راك قلت باللي تندوف ملك للبوليساريو. لا 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 تندوف ملك للجزائر، تابعه للجزائر. اوكي، ودونك الجزائر انت قلت ليست طرف في النزاع، مي واحد هكا نقولوا عمره ما سمع بالقضيه هذه. بعد حنا دركا حددنا بانه البوليساريو راهو في تندوف. هل تقدر تقول باللي الجزائر ليست طرف في النزاع؟ لا. دونك هي النزاع الجزائر؟ لا، الجزائر ماهيش طرف في النزاع وماهيش نزاع. الجزائر ما عندها لا دخل لا ناقه ولا جمل في هذا الامر. الجزائر توقف مع الشعوب المضطهده. دونك الجزائر ليست طرف في النزاع لكنها تحتضن البوليساريو؟ لا، ماهيش محتضنه البوليساريو، راه في ارضه في الصحراء الغربيه. معناتها في العيون كاين البوليساريو، في الداخله كاينين، نعم. وراه يدير في العمليات التم. لا، الامر هذا انا ما عنديش علم به، انا ما عنديش علم، مانيش تم انا باش نعرف يدير في عمليته. صديقي اصلا نبسطوا القضيه. ابراهيم اين هو متمركز الان؟ موجود في ارضه، الصحراء الغربيه، في جمهوريه الصحراء الغربيه. ما تقولش ارضو، راك تقصد باللي تندوف تابعه ليه، واش بيك هذا؟ لا انا نقول لك موجود في الجمهوريه العربيه الصحراويه. وين راهو؟ في الداخله؟ راهو في بلاد، وراه في الجمهوريه العربيه الصحراويه. نعم، الجمهوريه العربيه الصحراويه. انا ما نعلمش المكان، لكن هو موجود في ارضه. انا نقول لك صحيح راهو في الجمهوريه العربيه الصحراويه الموجوده في تندوف. لا
هذا فكر برك حبيت تزرعه، يعني حبيت كما يقول لك، حبيت تعطي واحد الفكر سياسي انه يعني موجود، حبيت تقنع الناس باللي راهي موجود، ما هو مش موجود. ما نقنع والو. راهو اسمع، راهو النظام الجزائري نفسه يقول لك هذا الكلام، ما يشرح يعاكسه. ابراهيم قالي موجود في تندوف. منين جبت انه في ارضه؟ هذا فكر العملاء. اوكي، العملاء النظام الجزائري عامله. لا، هذا فكر العملاء اللي كما انت. اوكي، العملاء كما انا، معناتها اللي يقول بانه ابراهيم قالي موجود في تندوف عميل. نعم، ماهوش موجود في تندوف، موجود في ارضه، وموجود في الصحراء الغربيه، في جمهوريه الصحراء الغربيه. صديقي راهو الهيئات الدوليه، ابتسام حملاوي زعيمه الهلال الاحمر الجزائري، رئيس الهلال الاحمر الجزائري، لما تروح تلتقي مع ابراهيم قالي اين يلتقون؟ يدخل هو، يجي للجزائر باش يشوفوه ويعاود يرجع لارضه. وين في ارضه؟ وش هو البلاصه اللي يروح لها ابراهيم قالي في ارضه؟ الجمهوريه العربيه الصحراويه. كيفاش اسمها البلاصه؟ كيفاش اسمها العاصمه؟ ما نقدرش نحدد لك انا. وين العاصمه؟ ما تعرفش العاصمه الغربيه؟ موجود في مكان، في منطقه ما. وش هي المنطقه؟ هذا هو سؤالي. تتعرف. مرة أخرى، راك خلطت لها جد باباها. راهو إبراهيم قالي باعترافه هو، باعتراف النظام الجزائري، راهو موجود في تندوف، في اللي أنت تقول أراضيه. انت حبيت تقنعنا بهذه الفكره بالسيف وما حبيتش تفهم، لانه الحديث هذا لازم ندي ونجيبوا فيه. تراك حبيت تفصل في الموضوع انه موجود في الجزائر، هو مش موجود في الجزائر. المهم واش نقول لك، انا حبيت نقول لك زوج كلمات. الجزائر هي اقوى دوله في المنطقه، والجزائر لا يستطيع احد مسها ولا زعزعه استقرارها. والجزائر دوله ذات سياده ومستقله، والجزائر لا تتدخل في شؤون الدول. الجزائر سياستها خارجيه. الجزائر دوله ذات سياده وتحتضن البوليساريو في تندوف اللي انت تقول عليها اراضي. نعم، دوله مستقله ودوله ذات سياده، والجزائر لا تتدخل في سياسه الدول الداخليه. سياستنا واضحه، وضوح الشمس. لا نتدخل، فقط نحتضن البوليساريو. هذا الانواع نتاعك اللي يحبوا يقزموا الجزائر. سامحني، راه قانونك راك نسيت برك تقول باللي الجزائر قاره. نعم، الجزائر قاره. نعم، بارك الله فيك. ولا والجزائر كبيره عليك. الجزائر كبيره عليك بكاع، كبيره عليك بكامل. نعم. انا جزائري وندخل للجزائر ونخرج والحمد لله رب العالمين. وحنا عندنا النيف. انت ما عندكش النيف، لانك ماك جزائري. انا مانيش محسوبه. ماكش. نو. بورتو عندي النيف يا صديقي. ما عندكش النيف، انت ما عندكش النيف. ريحه القبائل. ما عندكش النيف. لا حاشا، القبائل ما تشعلهاش ما بين القبائل القبائل هما جزائريين، هما مواطنين جزائريين. نعم، خيرة ما انجبت الجزائر. نعم، خيرة ما انجبت الجزائر. نعم. هذه شوف، واخيرا لقينا حاجه متفقين عليها انا وانت. لكن بالعوده، دونك انت راك تقول الجزائر اللي طرف في النزاع. مستشار دونالد ترامب ماذا قال؟ هذاك ترامب يقول كما يحب، ولا مستشار ترامب يقول كما يحب. لكن التلفزيون الجزائري اليوم قال لنا باللي هذه بشرى تاع خير الكلام هذا. بشرى تاع خير، لانه اي قرار يتخذ ولا اي شيء يجي وكان ما يمرش على الجزائر ما يمشيش الحال. في القضيه تاع الصحراء ما يمشيش الحال. اوكي، دونك الجزائر هي النزاع نفسه. لا تعرف السياسه. كنت تعرف السياسه، لانه كنت تعرف السياسه تعرف الدخول وتعرف الخروج. وعلاش مثلا مش موريتانيا؟ علاش المستشار تاع ترامب ما قالش موريتانيا؟ علاش قال الجزائر؟ لانه ليش قال الجزائر؟ لانه الجزائر هي بوابه افريقيا، ولانه الجزائر
على بالهم باللي الجزائر اقوى دوله في المنطقه، ولانهم على بالهم باللي الجزائر قوه لا تقهر، لانه على بالهم باللي الجزائر دوله لا تتدخل في سياسه الدول، ولانه امريكا تعرف انه الجزائر هي اول دوله اعترفت بها ودخلتها. هي ها الجزائر اول دوله اعترفت بامريكا، مش يكون في اش علمك. الجزائر هي اول دوله اعترفت بامريكا، والجزائر عندي اقدم عاود. من امريكا. مش على بالكش بالتاريخ؟ روح اقرا الجزائر التاريخ. اقدم من امريكا. نعم. الله بكري اكبر. امريكا كانت كي تفوت على البحر الابيض المتوسط خلص خلص وامريكا على بالها. على بالها. نعم. اني والله. الجزائر تحظى باحترام امريكا. لا لا لا، الجزائر اول دوله اعترفت بامريكا، نعم. وامريكا تقول هذا الشيء. نعم. الله اكبر. الله اكبر. امريكا تقول انه الجزائر اقدم من امريكا. نعم. لو مش العملاء والخونة اللي مثلك ومثل البعض، للجزائر ايه. الآن راهي في مصاف الدول الكبرى. لكن انتم اللي قاعدين تحطموا في البلاد، وقاعدين تحطموا وتسبوا في البلاد من برا، وقاعدين توسيوا من برا. ما عندكم يعني، ما عندكم لا كرامة، ما عندكم لا شيء يعني مش راح نقول لك. لا غالبا اللي نهضر معك ما تفهمش وانت يعني. اللي لا انت اللي راك تقول عليا باللي عميل وكذا، ولا انت راك تقول باللي الجزائر اقدم من امريكا وهي اول دوله اعترفت بامريكا. نعم. ولا الدستور الامريكي وشو هو سبب صدور الدستور الامريكي؟ يا اخي الكريم، احنا ما ندخلوا، ما عندناش، مش هذا موضوعنا احنا، صدور الدخول الامريكي ودخول وكذا لا لا، حقيقه يعني انا بالك انت عندك المعلومه لانها مرتبطه بالجزائر. انا قلت لك الشيء اللي عندي وانت ما فهمتوش ولا ما قبلتوش. عم يقولوا لك في التعليقات سبب صدور الدستور الامريكي، انا متاكد انهم يعرفوه. ممكن. جماعه ممكن تقولوا له سبب صدور الدستور الامريكي؟ راه نسى المعلومه هذه. عام قالوا لك الجزائر. نعم. وشكون هو، من هو من اعترف، يعني اللي اعترف اول من اعترف بامريكا، شكون هو من الطرف الجزائري، شكون هو الرئيس؟ ما نقولكش انا الرئيس، تتعرفوه تقدر تقلب عليه وتلقاه. المهم ليسونسيال الجزائر، احنا كان نتكلموا عندها ما كان نفهموش في عندها الاشخاص. رئيس هذاك، كان عندها رئيس الجزائر هذاك الوقت. ايه كان عندها، بصح احنا ما نتكلموش نعم. على الاشخاص، احنا نتكلموا على الجزائر كدوله. هذا الشيء عم يعني على دوله، نعم. من لا شخص قال ولا ما قالش، ما لانه الجزائر عندكش دوله. ما عندكش الجزائر فكره دوله في الجزائر دوله آه، مؤسسات. الجزائر دوله ما مؤسسات. عندكش فكره صديقي، ما عندكش فكره في نهايه القرن السابع عشر ولا الثامن عشر من كان رئيس الجزائر؟ الله اعلم، ما عنديش فكره. اوكي. معليش. لا لا خويا، انا بعد ما عنديش فكره كيما انت. انا سقسيتك قلت بالك انت عندك المعلومه. لا تكون عندك، تراك باحث في الشأن الجزائري، تكون عندك تسكت عليها، ما تتكلم غير على الجزائر، على الجزائر تكون عندك، تكون عارف بعض الامور، تكون عارف الصراحه شوف، الصراحه يعني نصارحك انا باش يا اخي الانسان الجهل ماشي عيب. انا ما ايه. لا اعرف من كان رئيس الجزائر وقت الاعتراف بانه بوجود الولايات المتحده الامريكيه. ما على بالي. كي تعرفها قولها للمشاهدين تاعك. ممكن ماشي ما يكونش تبو نيوز، ما يكونش، ما على باليش انا والله، الله اعلم. ما تستهزاش. تبون الاكبر، ما تبون تستهزاش. الاول. ما لا لا تستهزاش. صراحه لا املك المعلومه، سقسيهم في التعليقات اذا واحد عنده. انا والله لا املك المعلومه صراحه. تستهزاش. شكرا لك اخي. شكرا لك. راك في سان فرانسيسكو؟ نعم. نعم. يا سان فرانسيسكو واش راكي رافد؟ امم شكرا لك اخويا. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر، ويحيى اول رؤساء الجزائر. الانتحار حرام.
ما كانش واحد مفتي في اللحظه هذه نتكلم، يعني زعما حرام الانتحار في اللحظه هذه. والله ما شكيت نتحاسب صراحه، صدقوني. انا شوف ما ندخلش روحي، ما نحبش نخلط في الدين وكلش، بصح اظن انه شوقي بن زهره لو ينطح اللحظه هذه يكون الامر مقبول. والله نروح للجنه. شوف بالله لا ما والو، ما نتحاسب ما والو، راح مباشره تيكي مضمون، تذكيره نموت شهيد. تعبت والله تعبت. على بالكم شحال ما درناش الله. شوف هذا الله هذه تسوى خلاص، ما تزيدوش تشوفوني من على شي 10 سنوات. سان فرانسيسكو يا شتك، سان فرانسيسكو ما كانش عدالة في الدنيا هذه. رئيس الجزائر في وكانت أول دولة تعترف باستقلال أمريكا ما هي؟ فرنسا، هكذا يقول المنطق، لكن لا، ليست هي، ولا بريطانيا. كانت دولة عربية. أول دولة اعترفت باستقلال الجمهورية الأمريكية هي المغرب، هي المملكة المغربية. نعم، هذا من طرائف التاريخ. ولا يزال الأمريكون إلى الآن يعترفون بالفضل للمغرب في هذا. ملك المغرب أول ملك يعترف باستقلال القارة الأمريكية، بالجمهورية الأمريكية.